طريقة حجز تذاكر مباريات نادي الجزيرة الإماراتي في دوري أدنود للمحترفين والتي تقام على استاد محمد بن زايد في أبو ظبي هو اللي هنتعرف عليه من خلال الفيديو بتاعنا النهاردة. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. في البداية بتدخل على منصة بلاتينيوم ليست أبو ظبي وعلى قسم دوري الإمارات للمحترفين. هسيب لكم رابط الصفحة في الوصف أسفل الفيديو في أول تعليق إن شاء الله. وبنختار مباراة الجزيرة اللي هي متاحة في الوقت الحالي، مباراة الجزيرة والوحدة. بعد ما نضغط على مباراة الجزيرة والوحدة بتظهر معانا صفحة حجز التذاكر بالشكل اللي انتوا شايفينه كده. هنا هنلاقي شروط حضور المباراة، وهنا معلومات المباراة، توقيت بداية المباراة وتاريخ إقامة المباراة وملعب المباراة استاد محمد بن زايد في ابو ظبي. وهنا اسعار التذاكر بتبدا من 20 درهم اماراتي، وبنضغط على زر اختيار التذاكر. بعد ما نضغط على زر اختيار التذاكر بتفتح معانا صفحه اختيار التذاكر بالشكل اللي انتم شايفينه هنا تذاكر جمهور نادي الوحده، وهنا تذاكر جمهور نادي الجزيره. وبنضغط على زر اختيار التذاكر عشان تظهر لنا خريطه ملعب استاد محمد بن زايد. بتفتح معانا خريطه استاد محمد بن زايد في ابو ظبي بالشكل اللي انتم شايفينه ده يا شباب. بنبدا نختار المقعد المناسب بالنسبة لنا. وبنضغط على زر الدفع. بتفتح معانا صفحة إتمام الدفع، واللي منها بنبدأ ندخل بيانات وسيلة الدفع الإلكترونية اللي معانا أو اللي احنا هندفع بيها. بننتظر لحد الصفحة ما بتحمل. بتفتح معانا صفحة الدفع بالشكل اللي انتوا شايفينه ده يا شباب. بنبدأ ندخل رقم البطاقة الائتمانية بتاعتنا، وبنكتب شهر انتهاء البطاقة الائتمانية وسنة انتهاء البطاقة الائتمانية ورمز التحقق، الثلاث أرقام اللي موجودين في ظهر البطاقة أو ظهر الصرافة. وبننزل تحت بنضغط على زر ادفع. وبكده نكون نجحنا في إن احنا نحجز تذاكر مباريات نادي الجزيرة في الدوري الإماراتي والتي تقام على استاد محمد بن زايد في أبو ظبي. هسيب لكم رابط الحجز في الوصف أسفل الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.